بتبدأ القصة مع الصحفي بايك سونج. صحفي واجهها وشه بينور على الشاشة، لكن حظه في الجلاشة مدير المحطة مرمطه ومخليه يعمل حوار مع ابنه الصغير، وهو كسونج ما يقدرش يرفض. وبعدها بتبدأ نشرة الأخبار الحقيقية مع الصحفية يون اللي بتجيلها رسالة بتخليها تتوتر فجأة. وفي الناحية التانية بنشوف معدة البرامج أون بتحاول تقنع طبيب مشهور وسيم أمور ينضم لبرنامجها رجال يركضون، وده برنامج شبابي من إخراجها، وبيقول لها فكر وابقى رد عليكي. في نفس الوقت الصحفية يوني بيبعت لها جوزها صور ليها مع عشائها، وده بيوترها جدا، وبتبدأ نشرة الأخبار. في نفس الوقت بتكون أون في مشكلة، الممثل كيم مش عايز يشارك وبتحاول تقنعه وتقوله انها تحل المشكلة مع حبيبته. في نفس الوقت بيدخل زوج الصحفية وبيقول قدام الشاشة انه هيعاقب كيم لان زوجته بتخونه معاه، وبيقفش في سونج وبيتكلم من الميكروفون بتاعه، وبتبقى فضيحة على الهوا. ولما بيعرف الممثل كيم بيمشي بسرعة، وبتبقى اون في موقف صعب. برنامجها الممثل الرئيسي مشي، وسونج كمان بيعتذر على اللي حصل، وبيبقى مستحمل مديره لانه وعده يحط اسمه ضمن المتسابقين لوظيفة المذيع الرئيسي في المحطة. في نفس الوقت بتحاول اون تقنع رئيستها ما يلغوش البرنامج بتاعها، وبتقول لها ان بقالها 3 شهور تعبانة فيه، فبتديها وقت تحل مشكلتها. وبالصدفة بتركب الاسانسير مع سونجا، وفجأة الاسانسير بيتعطل. لكن مش دي المصيبة ان سونجا عنده مغص وهيموت ويدخل الحمام. ولما بتلاحظ اون بتقرف جدا ويخرجوني قبل ما اتخنق، وبينقذها العامل في الوقت المناسب. وبعدها بيسمع سونج زمايله بيتكلموا عن منصب المذيع الرئيسي، وان رئيس القناة بياخد برأي كل المديرين، فبيبقى مرمط للكل. اي حد عنده مشكلة يتبرع يحلها، وبيكون بيقدم راديو كنوع من المساعدة. وبتسمعه اون بالصدفة وعجبها صوته جدا، وبتقرر انها تضيفه لبرنامجها. وفي نفس الوقت بنشوف الممثل المشهور هيونا، ومديرة اعماله بتهزقه لان مظهره بشع ومش مهتم بنفسه، لكنه بيمشي لان عنده حفلة، وبيبقى متألق جدا ومحبوب جدا جدا. وبتكون اون مروحة مع مساعدتها، وبيحاولوا يدعموا بعض وانهم اكيد هينجحوا. وبتقول لها ان سونج شخص مميز وحاسة انه هيبقى مفيد لبرنامجها. وتاني يوم مدير سونج بيحاول يقنعه انه يشوف له برنامج منوعات، لان بسبب الفضيحة اللي حصلت مش هيختاروا يبقى المذيع الرئيسي للمحطة. وبتدخل عليهم اون وبيعرف سونج عليها، وبعدها بيقعدوا مع بعض وبيتكلموا على برنامجها ولا شافوا قبل كده. وبيقول لها انه مش شايف نفسه في برنامجها وبيرفض بالذوق، وبيقوم يمشي. وهو مروح بتبعت له رسالة وانه لازم يجي، وبتعرفه انها مستنياه. وتاني يوم بيكون في تصوير لبرنامجها، وبنشوف نجم الكيبوب المشهور حزوكا وهو بيحيي محبينه، وبيقابل صديقه تايم اللي ما بيحبوش نهائي وبياخده بالحضن. ولما بيدخل غرفته بيتعصب على مساعدينه لانه شاف تايم لابس نفس جزمته. وبتوصل اون في الوقت المناسب، وبتتصل على سونج اللي بتلاقيه مستخبي تحت الهدوم، بيقول لهم انه كان بياخد قيلولة، وبيقوم يسلم على حزوكا. وبتبدأ بعدها مباراة كرة السلة، وبيبقى سونج متألق جدا ومستهدف حزوكا طول الوقت. وفي الاستراحة بتاخده اون تكلمه بره، وبتسأله اللي بيلعب بأنانية ومستهدف حزوكا طول الوقت. وفجأة بيتعصب سونج وبيحط ايده على لوحة الكهرباء وبيتكهرب، لكن بيفوق بعدها وبيبقى كويس ما حصلوش حاجة. وبيقول لها تبطل رغية، صوتك عامل لي صداع. ولما بيطلع بره بيشوف حزوكا ممرمط مساعدينه، وبيلقح كلام على سونج هو معدي انه شخص فاشل. وبعدها كمان حزوكا بيزق مساعد اون يوقعه على الارض، وبيقوم المساعد هو اللي يعتذر، لكن سونج بيفقد اعصابه لا بقى وبيقفش في حزوكا ولا فاكر نفسك مين عشان تعامل الناس كده. وبيبقى حزوكا زي الكتكوت المبلول، وهو اللي ما تربهوش امه يربي سونجا. وقبل ما يعمل معاه الجلاشة بتلحقه اوين، وبيقعوا الاتنين على الارض. وبعدها بيروح سونج ياخد شاور، وبيفكر ليه يتصرف كده. واون بتولول على برنامجها اللي باظ على ايد سونجا، وحزينة على طاقم العمل اللي بيتهم هتتخرب بعد البرنامج. في الوقت ده بيقابل سونج زمايل العمل، وبيرد عليهم بالصراحة، وبيبقى مستغرب من كلامه. وبيقابل بعدها مدير كان بيساعده، وبيقول له ما تفكنا بقى الاستغلال اللي انت فيه. وبيطلع يجري بدل ما يحرج الناس بصراحته اكتر من كده. وبنروح لعائلة سونج اللي عايشين على قفاه، وبيوريهم ابنهم خناقة سونج مع حزوكا. وفي نفس الوقت بترن
اون على سونج ومش بيرد، وفجأة بيلاقيها قدامه فبيقول لها انه مش عايز يرد عليها، وبتطلب منه يعتذر لحزوكا علشان يرجع البرنامج تاني، لكنه بيرفض وبشدة. وبعدها بيقابل مديره اللي بيهزقه فبيحاول يمسك لسانه بصعوبة، ولما بيخرج بتطرد معجبات حزوكا وبتقعد اون مع مساعدتها تندب لحظها والفشل برنامجها. في الوقت ده بيوصل سونج بيته ولابس كمامة علشان ما يتكلمش، وبيدي الام ورقة مكتوب عليها انه هيبات عندهم النهارده. ولما اخوه بيفتح الباب بيلاقيه سامعهم والبيجح بيهزقوا على اللي عمله، لكنه بينفجر فيهم وبيقول لهم انتم اهم حاجة عندكم الفلوس اللي بتاخدوها مني. وبيهزق اخوه الكبير وبيقول له فوق يا سنكوح، وصلت ال30 ولسه بتاخد مصروف مني. وبيمشي ومتضايق جدا وبيروح يقابل اوهن وبيلاقيها سكرانة وبتقول له انت عملت الصح لما ضربت حزوكا، ولد رخم ما بيبطلش تطاول على فريق العمل. وبتنام على نفسها، وعلشان ما يعرفش عنوان بيتها طلب لها الشرطة. ونعم تصرف يا ابني. وتاني يوم في شغلها بتبقى متضايقة لانها هتضطر تصور الحلقة الاخيرة من برنامجها، وفي نفس الوقت سونج بيتدرب على الاعتذار لكن لسانه عظيم بيمين ابدا مش هعتذر يعني مش هعتذر. ولما بيقابل مديره بينفجر فيه، كفاية بقى استغلال ورخامة، وبينفعل عليه مديره وفجأة بيعتذر. وبعدها بتخرج ورا اوهن وبتاخده بالعافية عند الطبيب وبيقول انه محتاج يعمل عليه فحوصات. وتاني يوم بتكون اون مع فريقها بتعرض عليهم فكرة جديدة لكنهم مش بيوافقوها، وبيقترح انهم لو قدروا يقنعوا الممثل هيون ينضم ليهم ساعتها اي برنامج هيعمله هينجح. وبيكون هيون ساعتها بياخد جايزة في حفل جوائز، وبعدها بيعرف من المساعد بتاعه ان اون هتعمل برنامج جديد وبيكون مهتم جدا وشكله كده بينهم حاجة، وعلى طول بيقابلها لكنها بتحلق له وتمشي. وبتقابل بالصدفة سونج وهتعرف ان مقدم الحفلة دي، وبتبدأ الحفلة وبيبقى سونج متألق جدا لحد ما بيروح يعمل ميك اب بيعطس من البودرة. ولما بيرجع للساحة بيبدأ يقول افكاره بصراحة وبيبقى متوتر جدا وبيبوظ الدنيا وبيحرج الممثلين بصراحته لحد ما ياخد في وشه من واحد منهم. وتاني يوم اون بتفكر لو سونج حصل له حاجة بسبب الحادثة، وبتلاقي الممثل هيون في وشها لكنها بتقذف جبهته وبتحرجه وبتسيبه وتمشي. وهنعرف ان هيون واون كانوا بيتواعدوا من فترة لكنهم انفصلوا. وتاني يوم بيعرف سونج من الطبيب ان عنده خلل ومش متحكم في كلامه، اي حاجة يفكر فيها هيقولها. وبعدها على طول بيرن عليه صديقه وبيقول انه راجع البيت ويا ريت تطرقنا بقى وتمشي. فبيروح يغير جو مع صديقه، واون بتكون في نفس المكان بتاخد صور، وبيطلع سونج فوق صخرة عالية وبيصرخ من حزنه. وبتشوفه اون والعبيطة بتفكرها ينتحر وبتحاول توقفه، وبتطلع قال ايه عايزة تنقذه. وبيقعوا هما الاتنين في المية وبتنقذه اون وبيقول لها ايه يا شيخة انت ورايا. وبيعرفها انه ما كانش ناوي ينتحر اصلا، وبيعرفها كمان انه مريض وما بيقدرش يتحكم في كلامه، وبيحذرها تقرب منه لكنه بيلاقي صاحبه مشي. فبيرجع لها لانه ما يعرفش غيرها وبيطلب انها توصله. في نفس الوقت الممثل هيون مديرته بتسأله ليه مهتم ببرنامج اون لكنه بيخلع من سؤالها. وفي نفس الوقت اون بتمرض فجأة وبيغمى عليها، فبياخدها سونج على المستشفى وبيبقى قاعد ملثم علشان محدش يعرفه. وبعدها بترجع اون غرفتها وبتفكر في سونج وشكل الجن بدأ يحن. وتاني يوم بتحاول اون تقنع فريقها ببرنامج جديد هتجمع فيه الشباب يعيشوا مع بعض، لكن مساعدتها بتقول لها ان الفكرة قديمة ومهروسة كتير قبل كده. وفجأة بتوصل باربي وهي باربي فعلا، وبتبقى مؤلفة جديدة مع اون وشكل اون مش طايقاها. وبنعرف ان باربي كانت مساعدة اون زمان وما شاء الله نبيها عمرها ما عملت حاجة صح، دايما بتبوظ الدنيا واون بتحاول تصلح. في نفس الوقت بيحاول سونج يتمرن على الكذب لكنه بيفشل، وبيقعد يفكر هو ازاي بيفقد السيطرة فجأة وبيقدر يتحكم في نفسه في وقت تاني. وبيفكر ان اون هي السبب وانها اول ما تلمسه بيقدر يتحكم في كلامه، فبيكلمها يطلب يقابلها وهي بتحاول تقنع الممثل تختخ ينضم ليها لكنه بيرفض. وفجأة بيدخل عليهم الممثل هيون، ولما بيعرف تختخ ان هيون هينضم بيرجع في كلامه وانا معاكو. وبعدها بتقابل اون سونج وبيحاول يكذب لكنه بيفشل برضه، وبيقول لها انه شاكك انها علاجه. وبيقطع كلامهم هيون وبتسألهم اون لو يعرفوا بعض، وبيطلعوا زمايل نفس المدرسة. وبتمشي اون وتسيبهم، وفي بيتها بتفتكر كلام هيون وانه عايز يشارك معاها بصفته ممثل مش بصفته حبيبها القديم. وفي نفس
نفس الوقت بيروح سونج للطبيب وبيقول للطبيب انه اكيد في انطباع في عقلك هو اللي بيحفزه، حاجة كده زي المفتاح ولازم يعرف ايه هو المفتاح ده. وتاني يوم بيدخل سونج الشركة وبيسلم على مديره وبيبقى طبيعي جدا، وبعدها بيتهيأله ان الكل بيتكلم عليه، وفجأة بيلاقي اون في وشه وبتاخده على مكان فاضي ياكلوا فيه سوا، وبتقول له اون ان صراحته حاجة كويسة ممكن تفيده، فبيقول لها انه عامل زي القنبلة الموقوتة بيبوظ الدنيا في لحظة، فبتحاول تدعمه وتشجعه ما يستسلمش. وتاني يوم بتشوفه هو داخل جري على جوه، وبيكون اليوم ده يوم اختبار الأداء للمحطة، وبيجهزوا سونج للاختبار وبيسمع المعدين وهما بيتريقوا عليه، وفجأة بيعطس سونج وبيفقد السيطرة فجأة وبيبدأ يتوتر، فبتروح له اون في لحظة وبتقول له انه لازم يبقى قوي ويفكر في حلمه ويتمسك بيه، وفجأة بيقدر يتحكم في كلامه وبيبقى نجم لامع صيته ساطع، الكل بينبهر بأدائه وبياخد الدرجة النهائية في كل حاجة. في الوقت ده بيسمع سونج المعدين بيتكلموا عن شرف وكرامة المهنة اللي راح في داهية وانهم ما بقوش موجودين اصلا، ويفتكر سونج وهو صغير وحلمه يبقى مذيع مشهور صادق. وفي الاختبار التاني بيقول انه ما بيقدرش يكذب وان المحطة كلها كذب ونفاق وانه مش هيستحمل اكتر من كده، وبيقدم استقالته بشكل مفاجئ جدا، فبيزعق له مديره انت فاكر نفسك مين، فبيعطس تاني وبيفقد السيطرة وبيقفش مديره وبيهينه وتعالى بقى ده انا مستحملها. وتاني يوم بتروح اون بالقهوة لرئيستها فبتلاقيها قاعدة مع باربي وبتعرف ان باربي بتاخد اجر اعلى منها، فبتاخد بعضها وتمشي، فبتسمع مساعدينها بيتكلموا عن شطارة باربي، فبتمشي وهي حزينة ومش عارفة ليه بيحصل معاها كده، وفجأة بتفتكر كلام سونج وبعدها وهو بيغمز لها وهو ماشي، ولما بتروح بتتفاجئ بسونج فوق بيتها وبتطلع اون بنت صاحبة العمارة وسونج ابن العيلة اللي مأجرة فيها، وبيقعدوا مع بعض شوية وبتسأله هتعمل ايه دلوقتي، فبيقول لها لا ده انا مشغول قوي، ده انا من كتر الانشغال ما ورايش حاجة، وبياكل الاكل اللي كانت جايباه. وتاني يوم بتصحى في قمة نشاطها وسونج بيصحى يشغل المكيف من كتر الحر وبياكل مع اخواته وبيتكلم مع اخوه الكبير اللي مش بيطيقه وبيبقى صريح جدا. في الوقت ده بتعرض اون القهوة على هيونا والواد ما صدق بحلم انا ولا ايه، وبتعرض عليه الانضمام لبرنامجها الجديد وبتقول له احنا هنا علشان الشغل وبس، وفوق بقى كده لنفسك علشان ما اعملهاش معاك. في الوقت ده سونج قاعد بيدور على وظيفة ومش لاقي حاجة مناسبة ليه، وبيقابل ابن اون اللي بيطلب منه يعلمه سواقة الدراجة، فبيقرر يساعده، وفجأة الولد بيقع ولما بيقوم بيقول له انه مش هيتعلم غير لما يقع ويقوم لحد ما اتقن السواقة. في الوقت ده تختخ بيتخانق مع اون على توزيع الادوار وبيعايرها ان باربي بتقبض اكتر منها، وبيوصل هيون وبيتدخل بينهم وبيقول له فوق يا تختخ، وبيعزمهم هيون علشان يهدي الدنيا شوية، وبتفتكر اون لما كانت مع هيون وبياكل شطة، وبعدها بيقضيها هيون امضاءات للمعجبين وبتقول باربي لأون هدي الدنيا ده برنامج منوعات يا اختي. في الوقت ده بيقابل سونج مثله الاعلى في الاذاعه واللي اتقاعد وبقى شبه المهرج، وبيقعد معاه وبيقول لسونج ولا يهمك يجمد كده اللي جاي لسه كتير، وبيدي فلوس لسونج مشي حالك بدول. وهو مروح بيقابل اون صدفه في نفس الشارع وبينقذها من حادث موتوسيكل، والحب باين في عينهم هتتجوزوا امتى بقى، وبيقعدوا مع بعض وبيحكي لها عن مثله الاعلى وبتقول له ان دي مش نهايه العالم، وبعدها بيوقع اكل على هدومه واون بتساعده تنضفها له، فبيديها الواد دفتر مذكراته وبيقول لها خلي معاكي. وتاني يوم بتحاول اون مع مالك الحديقه انهم يصوروا برنامجها في حديقته وبصعوبه بتقنعه. في نفس الوقت والد سونج مصاب وزوجته بتهتم بيه وبيسمعها سونج وهي بتقول انهم ما ينفعش يطلبوا منه فلوس، وفجاه بتاخد بالها ان الجو بارده وبتلاقي حد لعب في التكييف، فبتتعصب وبتسال مين عمل كده، وسونج بينكر وبيقول لا مش انا، وبيتفاجئ انه قدر يكذب عادي وبيفكر ان السبب هي اون. واون في الوقت ده بتسمع باربي وهي بتتكلم عليها والكلام مش بيكون كويس، ولما بيلاحظوها بتعمل نفسها ما سمعتش حاجه. وتاني يوم بيروح سونج يدي دروس لولد صغير والولد بيهزر معاه وبيكون على وشك يعطس لكن بيمسك نفسه، فبيرمي الولد عليه العبايه وقتها بيعطس وبيطلع جري يقابل الطبيب وبيقول له ان ليه المفتاح وبيعرفه انه لما بيعطس بيفقد السيطره لكنه ما يعرفش ازاي بيرجع يسيطر تاني. في الوقت ده بيكونوا مساعدين اون قلقانين على شغلهم وباربي بتطمنهم وبتقول لهم يثقوا في اون عندها حل لاي مشكله. في الوقت ده اون بتفتح مذكرات
اختيارات سونج وبتضحك على تفاصيل حياته. وفجأة بتجيلها فكرة عبقرية بنت جنية ما اتعملتش قبل كده، وبتطلع جري تدور عليه وهو في نفس الوقت بيدور عليها، وهي بتتكلم على البرنامج وهو بيكلمها عن مرضه، وهي بتقول له خلاص مش هتعيش مغفل كده. فبيتفاجئ الولد وبيحس بالإهانة وقلب اللقاء لخناقة، لكن فجأة الكهرباء بتقطع وبيحط الولد ايديها على قلبه، وساعتها بترجع له السيطرة تاني، وبكده اكتشف انها علاجه. وبعدها بتقعد تقنعه ببرنامجها الجديد، برنامج واقعي عن الحب، وبتعرفه ان الكل هيحب شخصيته، وبتقول له بص احنا هنستغل بعض. وبيطلعوا الاتنين جري على الدكتور وبيسألوا لو ينفع سونج يشارك في اي برنامج، فبيقول لهم اكيد طبعا هو مش احول يقدر يشارك عادي. وساعتها بيتحمس الاتنين للموضوع، وبتتفاجئ باربي بفكرة اونيك جديدة، ولما هيون بيعرف بيوافق وانه ما عندوش مشكلة مع الفكرة. وتاني يوم بيبدأ تصوير البرنامج، واول مشارك معانا هو فتلة وقت في اي حاجة واجهها، والمشاركة التانية هي في حتة كريم كراميل انما ايه، والتالت بارك الرياضي، ومعانا كمان هوي محامية شاطرة. واخيرا بيوصل سونج وبيقعد عادي، وبعد الوقت الكاريزما بتاعنا هيون وده مش محتاج يعرف عن نفسه. البنات كانت هتتهبل لما شافته، وبيبدأ كل واحد يقول كلمة، فبيقول هيون انا اسمي هيون بس كده، وسونج بيقول انه شاب عاطل ومش عارف يقول حاجة غير الصراحة. وبعدها بتعمل باربي لقاء مع سونج وبتسأله لو شايف واحدة جذابة هنا، وبيبقى مش عارف يقول ايه. وبعدها بيقابل اون وبتقول له بص بقى اهم حاجة في البرنامج 3 صفات: الوفاء، الفوز، والمرونة. وبتبدأ اول لعبة، واللي هيخسر هيخرج بره البرنامج، وكل بنت هتختار الشاب اللي يعجبها، وبيقدر سونج يخرج واحد. وبعدها هوي المحامية بتختار هيون تكمل معاه، وفاتن بتختار فتلة، وفيفي بتختار سونج. وبتبدأ لعبة جديدة، الفريق اللي بلنته تفرقع يخسر، وبيخسر فتلة، وبتبقى منافسة شرسة بين سونج وهيون. وفجأة هيون بيفتكر خناقة ليه مع سونج، وفجأة بيخسر سونج وبيكسب هيون التحدي. وبعدها سونج بيسمع فيفي وهي بتزعق مع حبيبها اللي خانها، وبيقول لها انه مش هيقول لحد على اللي سمعه، وكان جاي لها اصلا يديها لزقة لرجلها المصابة لحنين يا ولا، وبتقول له انها هتكون وفية ليه بعد كده. وبيشوفهم هيون وأون واقفين مع بعض، وبعدها سونج بيكون قاعد وبيسمع العمال بيتكلموا عن علاقة هيون بأون، وشاكين ان أون بتغري الولا. وفجأة بيلاقيها جاية، فبيوقف علشان ما تسمعش الكلام اللي عليها ده، وبيتكلم معاها برسمية قوي، وبتمشي البنت وهي مش فاهمة حاجة. وتاني يوم بيوصل فهد اخو سونج وبيقابل مساعدة أون وبتاخده عند اخوه، وفعلا بيقابله وبيجيب له اكل شعبي. ولما بيشوف هيون جايب اكل فاخر من الاخر بيقول لاخو يلا بينا من هنا قبل ما حد يشوفهم، فبيزعق له فهد انت محرج من اكل امك ولا ايه. وبيوصل العاملين وبيعجبهم مشروبات ام سونج، وبتوصل أون لكن مفيش غير علبة واحدة بيديها سونج الفيفي. وبالليل بيقعد الكل ياكلوا ويشربوا سوا، وبيفتكروا كلام المساعد ان في حاجة مشتركة بين الشباب واللي هيعرفها هيبقى لي افضلية كبيرة. وبيقعد الكل يتناقش يا ترى ايه المشترك بينهم، لكن بتيجي دبانة غلسة تغلس عليهم فبيرشها فتلة بيرسول، فبيتحسس سونج وبيعطس وعلى طول بيفقد السيطرة على كلامه. وبعدها الكل بيبدأ في الرقص وبيتشغل أون أغنية قديمة، وعلى طول بيفتكر سونج انه كان بيغنيها مع هيون وهم في ثانوي، وبيقوم سونج يغني. وبتيجي بعدها رسالة لكل واحد مكتوب له فيها يبعت رسالة لأكتر شخص يعجبه، وساعتها بيشوف سونج بقايا أكل في بق فيفي فبيبعت لها رسالة بصي في المراية، وبيبقى الكل مستغرب يا ترى ايه معنى الرسالة دي. وبعدها بتقعد أون تتفرج على مقاطع سونج وشكل الجن بدأ يحن، وبتقفشها مساعدتها. وتاني يوم بتعمل باربي لقاء مع سونج وبتقول له ان أون استغلته وان وجوده بس علشان يستفز هيون وهو نجح في كده، فبيتضايق وبيقابل أون بعدها وبيعاملها بقرف جدا، وبيقول لها ان عرف خطتها وبيمشي وهي ولا فاهمة اي حاجة. وتاني يوم بيكون التصوير وكل فريق بيمشي في الغابة وفي طريقهم بيلاقوا دليل، والفريق اللي هيجيبه ويرجع هو كسبان. وبيمشي سونج وفيفي في طريق مختلف وبيبدأ المساعدين يلعبوهم، وبتبدأ فيفي تخاف وحتى سونج كمان. وفجأة سونج بيقع وبيتدحرج على الأرض، وبترجع فيفي وبتقول لهم اللي حصل، فبتطلع أون من خوفها جري تدور عليه. ولما بيعرف هيون بيخاف عليها جدا. في الوقت ده أون بتوصل لسونج وبيقعد يعلي رجليها اللي اتلوت، وبتسأله عن تصرفه الغريب معاها الصبح، وبيعرفها اللي قالت
خالته باربي وبيعرفها ان مشاعره اتجرحت، فبتتفاجئ لما بتسمع الكلام ده فبتقوله انها بتحبه، وفجأة بتعتذر وبيرجعوا الاتنين مع بعض، وبتبقى فيفي قلقان على سونج جدا. وبعدها بيقعد سونج يشم هوا لوحده وبيفتكر ايام الثانوي، وبيكون هو وهيون بيحبوا نفس البنت، وبيكون هيون مع اون وبتستخبى اون لما بيظهر سونج، وهيون بيقفش ان بينهم حاجة. وتاني يوم بيكونوا متجمعين وكل واحد هيعمل اكلة ويختار حد يشاركه الفطار، وبيبقى الكل متحمس وبيبدأ طبخة، وبيدي سونج اكل الباربي لانها ما كلتش نهائي وبتشكره على اهتمامه. وبيجي وقت الاختبار وبتختار فاتن فتلة تفطر معاه، وبارك بيعرض على هيوي المحامية تفطر معاه والبت بتوافق، وفيفي بتختار سونج وحصرتي عليك يا هيون. وبيبقى سونج قاعد سرحان جدا، وفجأة بيفكر سونج في حاجة والكل بيتجمع بعدها، وبتظهر ملك فتاة الشاشة، فتاة أحلام كل الشباب والحب الأول ليهم، وبيتفاجئوا كلهم بيها، وبتطلع ملك الحب الأول للشباب الأربعة. وبيفتكر سونج لما كان بيحبها هو وهيون أيام الثانوي، وبتبقى مشتركة جديدة معاهم. وبعدها بيقابل بارك ملك وبيفكرها وقت ما كانوا مع بعض زمان والكل بيتجمع، لكن ملك بتنحرج وتخلع وتقابل في وشها سونج وبيتمشوا مع بعض. وتاني يوم بيعرضوا على ملك تختار حد في موعد، فبتختار سونج، وبيكون فريق العمل شايفين ان ملك هتولع الدنيا بين الشباب. وبعدها بتقابل اون سونج وبتعتذر على الكلام اللي قالته، فبيقول لها انت اخدت فكرة حضور ملك من مذكراتي، وعلشان اللي بيجي في سيرة العفريت بيطلع له بتظهر ملك فجأة. وبتقف مع سونج وبتقول انه كان صعب عليها انها تيجي البرنامج، بس لما عرفت انه موجود قررت تيجي، وشكلها كده بتحبه. وبيفتكر سونج خناقته مع هيون بسبب ملك زمان. وتاني يوم بيروح الكل الملاهي وبيبدأ المعجبين يتصوروا مع هيون، وبيكون في ولد صغير بيلعب بالفقاعات وبسببها بيعطس سونج وبيفقد السيطرة على كلامه، وبيركبوا بعدها لعبة الطبق المتحرك، وبتركب كمان اونو مساعدينها، وبتبدأ اللعبة. ولما بيشوف سونج اون بتقع بيجري يلحقها، والماكوس بدل ما ينقذها بقى عايز حد ينقذه، والحمد لله عدت على خير. وبنشوف بعدها هيون بيتصور مع المعجبين، وفجأة بيبدأ شاب متنمر وقح يتنمر على هيون، فبيظهر لسونج زي البطل الخارق، وطبعا فقد السيطرة وبيهزأ الولع على كلامه. وكانت خناقة على وشك تبتدي والكل بيصور، لكن فهد بيظهر فجأة وبيشيل سونج ويمشي، وأون بتاخد هيون وتمشي، وبيبقى هيون متوتر جدا. وبعدها بتهزق أون سونج انت مين طلب منك تتدخل؟ وطبعا الولا فقد السيطرة وبيمرمط أمها، وانت مين اداك الحق تستعملي مذكراتي في برنامجك؟ انت كده جرحت مشاعري تاني. وبيوعدها انه هيحاول علشان يبقى احسن. وهم خارجين بيسمعوا فريق العمل بيتكلموا عن سونج وانه بقى شخصيتهم المفضلة، وان صراحته وبراءته كاريزمته اكتر حاجة بتميزه. وبالليل بيكون الكل متجمعين وبيفاجئوا ملك بعيد ميلادها، وبتتفاجئ اون انهم بيحتفلوا بعيد ميلادها هي كمان. وبعدها بتقعد ملك مع اون وبتسأله لو كان لسه بيحبها، لكنه بيقول لها لا. والواد فجأة بيفتكر حاجة ويمشي بسرعة، وبيروح يقابل اوهن، وفجأة بيقول لها بصي انا مش هعترف بمشاعري يا عم لخبطتينا معاك، وطلع لها اكلة. وافتكرت لما كانوا بياكلوا فوق السطح وبيحتفل الولد بعيد ميلادها. وبعدها وهي مروحة بتقابلها مساعدتها والحق مصيبة، وبتقول لها ان فيفي لمت هدومها ومشيت. في نفس الوقت بيقول هيون لسونج ان هو اون كانوا بيحبوا بعض زمان، وتاني يوم بتنضم اون كشخصية جديدة في البرنامج. ويا ترى ايه اللي هيحصل مع اون وهيون وسونج؟ كل ده تعرفوه في الجزء التاني. انتظروني، اعملوا لي لايك علشان تشجعوني. يلا بسرعة لايك وفولو، اللي جاي كتير. مع السلامة.